السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير. عمرك حسيتي إنك محتاجة يوم تهدي فيه الدنيا شوية وتدلعي نفسك؟ مش لازم سفر ولا خروجة غالية. أحيانا كل اللي بنحتاجه هو لحظة هدوء وحاجة نعملها بحب. والنهاردة قررت أعمل لنفسي يوم مميز بطريقتي. تعالوا نشوف هيبقى عامل إزاي. اكيد خمنته، مفيش احلى من الاكل البيتي لما يتعمل بحب. المنيو النهاردة بقى بسيط جدا. شوفوا بقى، هبدأ معاكم. هنبدأ بحاجة كده حلوة. انا دلوقتي بعمل الرز. ايه رأيكم؟ احلى حاجة الرز كده لما تبقي بتعمليه وتفلفليه ويطلع منك جميل وحلو ولذيذ. طبعا مفيش أكلة بتكمل من غير الرز، سواء كان بشعرية أو أبيض مفلفل أو حبة حبة، أو حتى بالبصل. يعني سفرة من غير رز ما تبقاش سفرة. طبعا هنا أنا حمرت الشعرية، خليتها لونها ذهبي كده، وحطيت الرز. وطلع تحفة، طعمه جميل ومفلفل. بصراحة بحب أحط عليه سنة فلفل أسود مع الملح، بتديله نكهة حلوة قوي. جربوها يا جماعة، حطوا فلفل اسود كده، يعني حاجة بسيطة قوي. وقلبوه كويس وشوحوا الرز بالشعرية على النار قبل ما تحطوا المية بتاعته. هيطلع مفلفل وجميل جدا. وهنشوف دلوقتي مع الرز هنعمل ايه اكلة النهاردة. حطيت المية وقلبته، وهوطي عليه واغطيه. خلاص كده قلبته كويس قوي. هغطي عليه. هنا بقى يا حبايبي هنتنقل لايه؟ هنعمل قلقاس. طبعا انا كنت عامله الشوربه كانت عندي، وطلعت القلقاس انا حطاه في الفريزر، مجهزاه. وحطيت القلقاس في الشوربه. هيفك في لحظه، يعني اقل من ثانيه الا ثانيه. اهو شفتوا. طبعا الشوربه هتغلي كويس. وهنشوف بقى دلوقتي، هسيب القلقاس بقى يستوي، ياخد سواه في الشوربه. ونتنقل بقى ايه احلى حاجة مع القلقاس؟ هنشوح لحمة ستيك. وطبعا الستيك جميل جدا، وطبعا بتتبل بطريقة بسيطة، وريحة التتبيلة كفاية تفتح النفس. هنشوحه كويس، هنشوح كل القطع اللي احنا هنعملها كده، ونقلبه على الناحية التانية. نشوحه من كل الاتجاهات. طبعا بنحط حتة سمنة صغيرة قوي، مش كتير. تمام. وبعدين حطينا بقى غيره لغاية ما خلصت الكمية اللي انا هعملها. اهو زي ما انتوا شايفين، حاطين في الطبق اللي احنا بنشوحه، بنحطه في الطبق. خلاص خلصنا كل القطع اللي احنا شوحناها. بس يا حبايبي، بعد ما نشوحها كلها هنحط عليه شوية مية صغيرين، ونسيبه يستوي على نار هادية قوي. هي دي الطريقة بتاعت الاستيك اللي انا يعني معتمداها، بعملها على طول.
زي ما انتوا شايفين حطينا من الكاتل شوية مية صغيرين مش كتير، ونسيبها بقى تهدى كده. حطينا كل التوابل ونسيبها تهدى. هنا بقى يا حبايبي السلق بتاع القلقاس، انا برضو كنت حطاه في الفريزر، طلعته وبحمره مع حتة سمنة صغيرة. الاول بحطه على النار تنشف منه المية خالص، وبعد كده بقى احط عليه حتة سمنة واسيب بقى ايه يتحمر كده مع نفسه، وبعدين احط الثوم اخر حاجة. هنا القلقاس بوريهولكوا كان ابتدى يعني داخل في السوا. بس كل حاجة على النار، الرز اهو اتعمل والستيك على النار بيكمل السوا بتاعه والقلقاس. وهنا يا حبايبي كان خلاص الاكل خلص. بصراحة المنظر قبل الطعم كفاية يخلي الجعان ياكل. كل حاجة سخنة وطازة وريحة البيت مالية المكان. جربوا تعملوا يوم بسيط زي ده لنفسكم، حتى لو بأبسط الامكانيات. الاكل مش الاكل يعني مش بس اكل، ده احساس وراحة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد وحاجة حلوة تانية. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، سلام.